هنقدم في الفيديو النهارده منيو لاكتر من 30 اكله رمضان علشان حيرة كل يوم. هنقدم وصفات اقتصاديه سهله وسريعه لاكلات متنوعه. انت ممكن تاخدي منها فكره وتنفذيها او حاجتين مع بعض. مثلا كل الفيديوهات احنا عملناها قبل كده وموجوده على القناه، وهنزلها في الوصف كمان. لو حابه تعملي منها اي وصفه هتلاقيها، ولو حابه تعملي سفره او عزومه هتلاقيها. ممكن تجمعي وصفتين او 3 منهم وتعمليهم. هي وصفات كلها سهله واقتصاديه وسريعه، هتوفر معاكي وقت ومجهود وتفكير كتير جدا، بدل حيرة كل يوم والتفكير كل يوم هنعمل ايه وهنفطر ايه. هتلاقي الوصفات معاكي كلها موجودة على القناة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك وشير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول وصفة موجودة او اول فيديو موجود هو المحشي. طبعا المحشي هو اهم حاجة احنا ممكن نعملها اصلا في رمضان، وخصوصا لو اول يوم كمان. الفيديو ده هيكون فيه محشي كرنب ومحشي ورق عنب ومحشي كوسه وبتنجان كمان. انا يعني شارحه في الفيديو بالتفصيل ازاي نعمل الرز، وازاي نحشيه، وازاي نحشي الورق العنب، وازاي نحشي الكرنب، وازاي من بدايه كل حاجه اصلا، حتى من اول سلق الكرنب. كل حاجه بالتفصيل هنلاقيها موجوده في الفيديو، وهتلاقوه موجود في الوصف كمان. تاني وصفه هنعملها ممكن لتاني يوم يعني لحمه بالبصل. هي طاسه كده سهله وسريعه. اللحمه بتكون دايبه ومستويه وطريه جدا جدا. طريقتها سهله وبسيطه خالص، مش بتاخد وقت خالص ولا مجهود، وما بتحتاجش حاجه كتير معاها. ممكن حتى رز ابيض معاها وخلاص. بعد كده الوصفه الثالثه اللي هتكون معانا او الفيديو الثالث هيكون مكرونه بشاميل جوسي جدا وغرقانه بشاميل، وطريقتها بطريقه البشاميل وطريقه المكرونه، حتى طريقه العصاج هنلاقيها كمان. هنعرف في الفيديو ازاي البشاميل يطلع جوسي ويفضل سايح او طري، ما تنشفش المكرونه في الفرن. هنعرف كل ده ازاي دلوقتي. كمان احنا ممكن ندمج معاها اي وصفه موجوده برضو في الفيديو او في المنيو. ممكن نعمل معاها بانيه او كفته، هنختار الفيديو برضو وهنلاقيه موجود. وهنعرف كل تفاصيل فيها، حتى طريقه السويه بتاعها او ان احنا هنسويها ازاي يعني، برضو هنلاقيه في الفيديو. الفيديو الرابع معانا هيكون كفته سهله بقى وسريعه جدا. كفته مشويه هنشويها المره دي في الطاسه، مش هنشويها في الفرن ولا هتاخد مننا وقت خالص. هنصبعها وهنجهزها وهنشويها. هتاخد تقريبا مفيش يعني اقل من 10 دقايق او ربع ساعه على النار، اللي هو ممكن نعملها قبل الفطار على طول. وهتطلع زي المشويه زي بتاعه الحاتي بالظبط، نفس نكهه الشوي بتاعته، وطريه وجوسي وحلوه جدا. الوصفة اللي معانا الخامسة او الفيديو الخامس هيكون كبسة لحمة. بصوا هي طريقتها دي زي الكبسة السعودي بالظبط بالظبط. هنعرف ازاي اللحمة تبقى مستوية كده وتبقى طرية. وهنعرف كمان ازاي نطلع الرز بنكهة الكبسة السعودي بالظبط، مع تفاصيل بسيطة جدا معاها. ممكن نزود عليها اضافات بسيطة جدا عشان تطلع زي الكبسة السعودي بالظبط. شوية خضار، شوية مكسرات، وهتطلع حلوة جدا. هنعرف كل التفاصيل ديت في الفيديو كمان. نعرف نعملها بطريقه اقتصاديه وسريعه خالص، ما تاخدش معانا وقت، يعني تكون اكله على بعضها كده قبل الفطار، ما تاخدش وقت خالص، وتكون اللحمه بنفس الشكل ده كده دايبه ومستويه خالص. بعد كده الفيديو اللي معانا السادس هيكون طاجن شيش طاووق. انا عاملاه في الفرن. طعمه حلو جدا جدا. ده للناس اللي بتكسل انها تحط الشيش طاووق او الفراخ نفسها في الشيش وتشويها. لا، الطاجن ده بيطلع حلو قوي قوي، عشان احنا هنحط الفراخ مع الخضار مع كل حاجه في الفرن، وتقريبا هتقعد مش هتقعد اكتر من ربع ساعه او تلت ساعه، وهتخرج نعمل يعني نحلها فحمه وتطلع طعمها حلو جدا. كمان هنعمل الوصفه السابعه معانا هيكون معمر، وهنعمله باللحمه عشان تكون اكله كده على بعضها. هنعرف ازاي نسوي المعمر علشان يطلع طري ويكون طعم القشطه ظاهر فيه. كمان هنعمل اللحمه مش عاديه خالص، مش هنسلق اللحمه ونحطها جواه، لا، هتكون اللحمه كمان معموله بصوص بصل حلو قوي، وهيكون الصوص البصل ده مع المعمر مع اللحمه. الوصفه اللي بعد كده معانا او الفيديو اللي بعد كده هيكون كفته بطاطس، كفته مع بطاطس في الصلصه، حلوه جدا يعني وسهله خالص خالص. بناكلها مع رز ابيض، وفي الفيديو برضو هنعرف ازاي. كمان الفيديو اللي بعد كده هنعمل كوردون بلو، وهنعمله بالظبط زي المطاعم، وهيتكون الجبنه سايحه جوه والفراخ مستويه وما فكش مننا ولا اي حاجه خالص، معمول زي ما بناكله بره او زي طريقته الاصليه بالظبط. وهنعرف ازاي كل ده في الفيديو. وهنحشيه ومن غير ما هنلفه ومن غير ما هنعمله بشيش ولا اي حاجه خالص، وهيستوي معانا وهيتقلي وهيبقى طعمه حلو جدا.
كمان والفيديو العاشر معانا هيكون مكرونه وايت صوص مع ستيك فراخ كده، يعني شكل مختلف للبانيه او للصدور، بس مش مقليه، مشويه. والمكرونه حلوه جدا جدا، جوسي وطريه ومليانه صوص، والفراخ كمان طعمها مختلفه كتير عن البانيه، وهنعرف برضو في الفيديو ازاي. كمان الفيديو اللي بعد كده، الفيديو ال11 او الوصفه ال11 هتكون طاسه كبده بصوص الفلفل الاخضر، طعمها حلو جدا جدا. مش هتاخد بقى وقت خالص، دي فعلا سريعه جدا جدا، وزي الكبده اللي احنا بناكلها من بره كمان واحلى. ممكن كمان نعملها بكبده بقري عادي او كبده فراخ، وهتطلع في الحالتين حلوه جدا. في سندوتشات مع طحينه تطلع جميله قوي. بعد كده الوصفة اللي في الفيديو بعد كده هيبقى يعني ناجتس فراخ زي بتاعة المصانع بالظبط. عايزة اقول لكم انها ممكن تكون احلى كمان. هنعملها بطريقة سهلة خالص، وهنعمل معاها بطاطس، وممكن ناكلها سندوتشات، او ممكن ناكل معاها برضو اي وجبة في فيديو تاني احنا عملناه، وهيطلع طعمها حلو جدا ومستوية ولذيذة خالص. كمان الوصفة اللي بعد كده هتبقى رز بالبسلة واللحمة المفرومة، ودي اكلة بقى على بعضها، ممكن ما ناكلش معاها حتى غير شوربة مثلا وسلطة. طبعا فوائد الرز مع اللحمه مع البسله اكله. انا بحب دايما الاكلات اللي بتكون على بعض كده وما بتاخدش وقت خالص، بنعملها في حله واحده، ممكن نعملها قبل الفطار ب10 دقائق وطعمها يطلع حلو جدا، واكله متكامله على بعضها. بعد كده طبعا اهم حاجه بقى الفراخ المشويه، هنعرف في الفيديو بتاعها ده ازاي نتبلها بتتبيله حلوه جدا جدا، وازاي نشويها كمان بطريقه شوي يعني شكل الحاتي من بره زي ما بنجيبها من بره بالظبط، وبس احنا هنعملها في البيت. طريقه الشوي بتاعتها نفسها مختلفه، هتطلعها مختلفة خالص، هتطلعها زي الجاهزة اللي بره، وهتبقى طرية ومستوية ودايبة خالص، وهنحرق لها فحمة هتديها نكهة الشوي او الحاتي من بره، وهتطلع طعمها حلو جدا. كمان هنعمل فتة شاورما بقى، بس فتة الشاورما دي هنعملها برز مصري، يعني اقتصادية جدا. هنعملها برز مصري عادي، مش برز بسمتي، وهنعمل كل تفاصيلها بالتومية بالفراخ، وهنحمص العيش برضو، كله بطريقة اقتصادية وسهلة جدا. وهنعرف في الفيديو تفاصيل كل حاجة او طريقة كل حاجة في الوصفة، وطريقة سهلة جدا، وكمان مش تاخد مننا وقت خالص. الفيديو اللي بعد كده هنعمل حواوشي الحاتي بنفس نكهة ما بناكله من بره، ويمكن احلى كمان وانضف. هنعمله بطريقة سهلة جدا، هقول لكم ازاي في الفيديو، ان احنا ممكن نشويه على البوتاجاز كمان، لو انتوا حابين تعملوا له كمان في الفرن، هنعرف ازاي، وهيطلع طعمه حلو جدا. ممكن نزود له اي اضافات احنا بنحبها. الحواوشي ده ممكن ناكله مع بطاطس محمره، مع سلطه ومع شوربه، ويبقى وجبه متكامله اليوم في رمضان، وهيطلع يعني طعمه حلو جدا. كمان البانيه طبعا ده اسهل طريقه لتتبيل البانيه من غير ما نتبله. يعني في الفيديو ده هنعرف ازاي احنا هنقطع شرايح الفراخ البانيه يعني، وهنتبلها وهنعملها بالبيض والبقسماط، يعني على طول كده في نفس الوقت. مش هتاخد مننا وقت خالص خالص، ده لما نكون مستعجلين، لو قبل الفطار بساعه واحده بس هنعملها، وهتطلع طعمها حلو جدا زي اللي متبله كمان. كمان معانا وجبه حلوه قوي، الشعريه اللي بالبسله. في الفيديو اللي بعد كده هنعرف بالتفصيل ازاي نعمل شعريه بالبسله والجزر، او شعريه بالخضار عموما، وتطلع طعمها حلو قوي قوي. ممكن ناكلها مع فراخ مشويه زي ما قدمتها في الفيديو، او مع كفته او بانيه او اي حاجه. كمان هنعمل بقى برجر اللحمه، وده من الاكلات اللي هي بتبقى تغيير بين اكل كتير كده لما نبقى زهقانين من الاكل. برجر اللحمه سهل جدا، هنعرف في الفيديو برضو ازاي نعمله بشويه توابل بسيطه جدا، اللي هو ملح وفلفل بس. وهنعمل معاه كمان بطاطس في الاير فراير من غير زيت، وحلوه جدا، وهنعملها في سندوتشات، وكمان هتبقى اكله تغيير حلوه جدا مختلف. هنعمل بعد كده كمان مكرونه بالصلصه بقى، اللي هي المكرونه العاديه بتاعتنا خالص، بس هنعمل فيها مكون شويه يعني نكهه زيتون كده وشويه خضار، هتغير النكهه بتاعتها، وطعمها كمان هيبقى لذيذ قوي. الفيديو بقى ال21 معانا ده هيكون فيه رز بالخلطة، يعني وجبة رز بالخلطة، وكمان في نفس الفيديو معاه لحمة ستيك بس مشوية بتتبيلة حلوة جدا جدا. طعم الرز حلو قوي قوي، واللحمة كمان. حتى هنعمل معاه في الفيديو، في نفس الفيديو برضو، طريقة للكبدة مع الرز بصوص ومكسرات، طعمها حلو جدا كوجبة متكاملة هي بس لوحدها. برضو كل حاجة موجودة بالتفصيل في الفيديو، موجود في الوصف في القناة. بعد كده الفيديو بقى اللي بعد كده هيكون الكشري المصري بقى، واحنا كده هنفصل بقى من كل الاكل، وهنريح من الاكلات عموما بالكشري المصري. هنعمله بطريقه اقتصاديه وسهله، مش هنعمله في حله واحده زي ما هو متعارف عليه ان هو بيتعمل، لا هناخد كل تفاصيل بتاعته، هنعملها على قد ما نقدر بطريقه سهله جدا، بس هنعمله بكل تفاصيله بكل خطوه من خطواته برده بطريقه سهله جدا، هعرفكم ازاي. وهنعمل الصلصه بتاعته، وهنعمل الدقه بتاعته، وهنعمل كل حاجه
متكامل، وهنعرف ازاي نظبط كل حاجه مع بعض يعني ونخليها اكله مش صعبه زي ما ناس كتير متوقعه انها صعبه، وفي نفس الوقت مش هنعملها في حله واحده، لا هنعملها ايتها المظبوطه زي ما بيتاكل بره بالظبط عشان يطلع بنفس الطعم ده بكل تفاصيله. هنعرف ازاي هنعمله، مش وهو مش صعب ولا حاجه، بالعكس هو سهل جدا، طريقته بسيطه خالص وطعمه لذيذ جدا، احلى وانضف من بره كمان كتير. بعد كده كمان الفيديو اللي بعد كده هنعمل كباب الفراخ مع بطاطس، يعني هنعمل شويه شيش طاووق كده او فراخ قطع صغيره مكعبات مع شويه بطاطس صغيرين بطريقه صحيه جدا من غير اي دهون خالص. هنعمله على الطاسه يعني على البوتاجاز وعلى الطاسه، وهيكون في نكهه الشوي، يعني انتوا مش هتبقوا متخيلين ان هو معمول في طاسه على البوتاجاز، لا احنا هنحس ان هو معمول في الفرن او مشوي على فحم او حاجه، من كتر طعمه الحلو جدا، ومع شويه خضار. هو ممكن يتاكل سندوتشات كده او يتاكل مثلا مع رز ابيض، طعمه حلو جدا ومختلف خالص. الفيديو اللي بعد كده كمان هنعمل فيه طاجن بطاطس بالبشاميل والفراخ. احنا دايما متعودين ان البطاطس اللي بالبشاميل بتكون بلحمه عصاج، لا انا عملتها المره دي بقى بفراخ بطريقه حلوه قوي قوي. طريقه الفراخ نفسها وتتبيلتها حلوه جدا، البشاميل جوسي وطري جدا، كمان البطاطس حلوه قوي. بعد كده الفيديو اللي بعد كده هنعمل فيه كباب الفراخ اللي هي كفتة الفراخ، يعني هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا وعلى البوتاجاز كمان، وطعمها هيبقى حلو قوي. كمان هنعمل فطيرة باللحمة والجبنة، يعني فطيرة زي بيتزا كده وطبقتين وفي النص بينهم حشوة لحمة وجبن، طعمها حلو جدا مختلف كمان عن الأكل الكتير اللي بيبقى في رمضان. لازم نفصل بحاجات بسيطة كده وسهلة. العجينة بتاعتها طرية جدا والجبنة سايحة واللحمة طعمها حلو جدا، مختلفة قوي قوي. كمان الفيديو اللي بعد كده هنعمل فيه ريزو كنتاكي، اللي هو الرز بتاع كنتاكي مع قطع ستريبس صغيره. طبعا احنا ما فيش حد مختلف عن ان هو بيحب الوجبه دي وبنحبها وبنجيبها من كنتاكي دايما. احنا هنعرف ازاي هنعملها كلها من اول الرز للفراخ، لتتبيل الفراخ وتحميرها للصوص بتاع كنتاكي نفسه بتاع ريزو. كل حاجه بالتفصيل هنعرفها وهي كلها موجوده في الفيديو. كمان الفريك المفلفل، الفريك من الاكلات الحلوه قوي، بيبقى حلو مع بط او مع حمام او حتى مع اي حاجه ناشفه. هنعرف ازاي نعمله يكون مفلفل مش معجن، نظبط السويه بتاعه بطريقه برضو سهله جدا جدا. ممكن حتى كمان يعني نحشي بيه فراخ، ممكن نحشي بيه حمام، برضو هيطلع حلو قوي، وهنعرف برضو ازاي. الفيديو بقى ده حلو جدا عشان هو فيه مشاوي مشكله، يعني انا جمعت لكم في الفيديو ده 3 انواع من المشاوي المشكله، كفته ولحمه وشيش طاووق، والثلاثه هيتعاملوا في نفس الفيديو بتتبيلهم بسويهم، اللي هو مش هنتبلهم اصلا، اللي هو هنحطهم في التتبيله وندخلهم الفرن على طول ونسويهم، وهنعرف ازاي وهيطلعوا حلوين جدا. وتتبيلتهم حتى الثلاثه هيبقوا مكملين لبعض، يعني هنتبلهم كلهم يعني بتتبيله مع بعض الثلاثه، وهيستووا في وقت يعني قياسي جدا، وهيطلعوا حلوين جدا جدا، احلى من احلى صينيه مشاوي احنا بناكلها بره مجمعه كده مع بعض. وديت ممكن تتاكل مع عيش بس او وطحينه وطوميه مثلا، وكل ده برضو تفاصيله كلها موجوده في الفيديو، يعني ازاي حتى هنعمل الطوميه والطحينه كلها موجوده في الفيديو معانا. كمان هنعمل بعد كده بقى الشاورما المصري. الشاورما المصري بتاعتنا اللي هي احنا بناكلها في عيش كايزر، مش اللي بيكون معاها توميه، لا خالص، اللي بيكون معاها طحينه وبتتاكل في عيش كايزر، ويبقى معاها شويه خضار كده، وهنعملها وهنعمل معاها كمان بطاطس معموله برده في الاير فراير بطريقه صحيه متبله وطعمها حلو قوي قوي. دي غير الشاورما السوري خالص، برده هنعرف تتبيلها ازاي في الفيديو معانا. كمان هنعمل اخر بقى وجبه هنعملها معانا او اخر فيديو معانا هيكون الكشري الاصفر، الكشري اللي هو الاسكندراني اللي بيكون معاه سلطه وبيض وبطاطس مسلوقه ومحمره وطماطم اللي هي المحدقه، اللي هو شويه اكل كده حلو جدا. احنا اكتر الاكلات دي من اكتر الاكلات اللي احنا بنحبها، كمان اقتصاديه وسهله وسريعه. ونبقى احنا كده خلصنا فيديوهاتنا كلها. عايزاكم تختاروا من المنيو اللي يعجبكم، وتقدروا تدمجوا اي وصفه مع وصفه تانية. جربوهم وقولوا رايكم فيهم ايه.